في يوم الرئيس السادات بيقرأ جورنان الأهرام الصبح، فلقى خبر منشور عن اعتداء أمن سفارة أجنبية في الزمالك على ست مصرية وبنتها. السادات رمى الجورنان من إيده واتصل بالنبوي إسماعيل وزير الداخلية وسأله: يا نبوي، إيه حكاية السفارة الأجنبية والاعتداء على الست المصرية اللي منشور في الجرايد النهاردة؟ النبوي إسماعيل قال له: ده موضوع قديم يا ريس، وفي مشاكل بين الأسرة والسفارة الأجنبية. السادات سأله: مشاكل إيه؟ النبوي رد: السفارة واخدة كام دور في العمارة اللي ساكنة فيها الست، وعايزين ياخدوا الشقة بتاعتها وتبقى الأدوار كلها تبعهم، وبقالهم مدة بيتفاوضوا مع بعض بس ما وصلوش لحل، عشان الست طلبت شقة بنفس المساحة والموقع في الزمالك، والسفارة ما قدروش يوفروا ده، فقالت لهم مش بايعة. وبعدها السفارة بدأوا يلاقوا الناس اللي بتزور الأسرة المصرية وسين وجين في الداخلة والخارجة، والموضوع وصل إن وزارة الخارجية حاولت تصالحهم وتحل المشكلة، بس مفيش فايدة، لحد ما حصلت خناقة امبارح اللي منشورة في الجرايد، وناس من أمن السفارة ضربوا الست وبنتها. الرئيس سأله: وراجلهم فين؟ النبوي إسماعيل قال له: شغال في الخارج وبيجي في الأجازات، واحنا يا ريس بلغنا الخارجية عشان تتولى الموضوع مع السفارة، وعملنا محضر بالواقعة برضه. السادات اتعصب جدا وقال له: لا يا نبوي، الكلام ده مش كفاية، أنا ما أقبلش بأي حال من الأحوال أسرة مصرية تتعرض للإهانة، وكمان راجلها مسافر ومش موجود، ست مصرية وبنتها يتضربوا وتقول لي محضر وخارجية. النبوي إسماعيل سأله: حضرتك شايف إيه يا ريس؟ السادات قال له: أنت تبعت ناس من عندك يطردوا السفير والمجموعة اللي معاه، وتقفلوا السفارة، ويرجعوا الأسرة المصرية لبيتها معززين مكرمين، والشقة بتاعتهم مش هتتباع، وعايز الخبر ده يتذاع في نشرة أخبار الإذاعة الساعة 2:30. وقبل ما النبوي إسماعيل يرد، السادات قفل السماعة. وزير الداخلية بقى محتار ومش عارف يعمل إيه، وقال للي حواليه: كده ممكن نعمل أزمة دبلوماسية كبيرة، وكمان إحنا عندنا سفارة هناك وأكيد هيطردوهم وممكن الأسوأ يحصل. بس النبوي إسماعيل كان عارف السادات كويس، وعارف لهجته في الكلام، وإنه كان بيدي أمر للتنفيذ الفوري من غير مناقشة، يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وعشان كده نفذ تعليمات الرئيس السادات بالحرف الواحد، وبعت مجموعة ضباط أخلوا مقر السفارة من السفير والموظفين، وطردوا كل اللي في المقر، وقفلوا الأدوار كلها، ورجعوا الست وبنتها لشقتهم، واتذاع الخبر في كل مكان بعدها. رحم الله الشهيد البطل أنور السادات وغفر له وتجاوز عن سيئاته.